لو ما جربتيش الاكله دي قبل كده في حياتك جربيها، لان انا من الناس اللي ما كنتش بعملها. كنت لما كانت بتيجي الوصفه قدامي كده، يعني اللي هو لا بستصعبها شويه، مش في عمايلها، هي سهله جدا جدا. في نص ساعه هتكونوا عاملينها، بس صدقيني لذيذه جدا جدا، وهتكون تجربه كويسه ومشبعه ومفيده. هاتي بقى كده معايا كيلو بصل، هنعمل محشي البصل الدايت بطريقه سهله جدا جدا، بكميه خضار كبيرة، كمية الرز قليلة. هاتي البصل الأول قطعيه من فوق ومن تحت واغسليه بالشكل ده. بلاش تجيبي البصلاية الكبيرة قوي، المقاس ده كويس قوي. وحطي بقى حلة على النار، افتحي البصلاية، هتشوفي معايا شايفة انا فاتحاها ازاي. نص البصلاية بس اللي بفتحها واحطها في المية، يعني مش بقسمها للنهاية، لا بقسمها للنص زي ما انت شايفة معايا بالظبط. اقسميها لحد اخر نص البصلاية، حطيها في المية، حطي معاها شوية ملح وسيبيها، وخلاص على كده. اقفي كده جنبيها شوية، هي بتاخد وقت على النار اكتر من الكرنب بشوية. الوصفة دي ينفع نعمل بيها ورق الكرنب، وصفة جميلة هتخسي عليها صدقيني، ومفيدة جدا جدا. وصفة لذيذة. شايفين كمية الخضار اللي معانا؟ تعالوا نشوف. انا معايا طبق، هنستخدم طبق، يعني استخدموا معايا طبق. الطبق اللي تستخدميه عايري بيه مقاديرك كلها. كتري الخضار زي ما انت عايزه، وقللي الرز زي ما انت عايزه. لو عايزه تقللي الرز اكتر من كده قللي، وما تخافيش عادي. انا حطيت طبق طماطم متوسط، مقطعاه كده قطع صغيره خالص، وشويه. وتشكيله الفلفل اللي عندك حطها حامي بارد الوان. حطي طبق خضار حلو كده اكبر شويه، كتروا الخضره. خضره مشكله حطي خضره براحتك. طبق بصل، شايفين دي كوبايه رز، المج بتاع الشاي او كوبايه العصير، عايريها واغسليها وحطيها. يعني انا مش حاطه طبق رز، الحاجه الوحيده اللي انا حطاها كميه قليله هي الرز. اسمعي كلامي، عايزه تحطي فريك حطي، بس هو الرز عشان متاح عندنا يعني على طول، فحطيت بقى ايه، حطيت رز. كميه النشويات قليله، ما تخافوش باين ان الرز كتير، هي كوبايه مج شاي رز. حطيت كزبره، في شطه، فلفل اسمر، كمون، ملح، ومعلقتين زيت معاكوا يا بنات. معلقتين زيت او معلقه سمنه او زبده، معلقه يعني معانا الماده الدهنيه، يا معلقتين زيت يا معلقه سمنه يا زبده بس فقط، ما حطيتش اي حاجه تاني. والوصفه جميله ولذيذه، وايه الجمال والحلاوه دي، مفيش بجد حاجه كده. لا، الناس اللي بتشكر في محشي البصل وبتقول اشعار فيه، هي معاها حق يا بنات. صدقوني انا من الناس اللي كنت بقشعر كده من محشي بصل، كنت بستصعب الموضوع قوي. عجبني صدقيني، عجبني الموضوع حلو ومشبع جدا. واللي شجعني ليه اكتر ان انا هعمله بطريقه دايت بقى، اتعشى بيه. احنا عندنا الوجبه الاساسيه بتكون بالليل، فبحب اعمل الحاجات اللي هي المفيده دي، لان بتاكلي وضميرك مستريح شويه. حتى لو مش عامله دايت، حتى لو مش عايزه تخسي، جربيها وباذن الله هتعجبك، وهتدعيلي وهتستلذي بيها كده. بالنسبه بقى للبصل، انا حطيته في الميه زي ما انتوا شفتوا، وفضلت واقفه جنبيه اقلبه. اوعي تسيبوه في الميه وتطلعوا بره المطبخ وتنسوه، انا مش مسؤوله. لا، حطيه في الميه وافضلي كده جنبيه قلبيه. اللهم صل على سيدنا محمد. وهاتيه بقى كده، انا ما بردتوش، برديه لو يعني لو الموضوع هيبقى صعب عليك شويه، انا اشتغلت فيه على طول. برديه تحت الحنفيه وهاتيه بقى كده، هتلاقيه اتفتح معاكي. وهو في الميه هتلاقيه، مجرد ما تلاقيه يتفتح، هتلاقيه في قلب الميه اتفتح كده زي ما احنا شايفين، احنا طبعا قاسمينه. تيجي ماسكاه هتلاقيه ما تسيبهوش يستوي تماما. اول ما يتفتح وتلاقيها اتفتحت كلها تمام كده، واستوت القشره اللي فوق خالص، تيجي مطلعاه وخلاص. على كده سهله جدا جدا جدا. وهاتي بقى الوصفه الجميله دي، اعملي بيها كل انواع المحاشي اللي تخطر على بالك، وكوبايه رز واحده، كوبايه رز واحده. وما تخافيش من النتيجة، هتعجبك جدا جدا. حتى يعني على طول بقول، وانا كمان بعمل كده. لو فيه وصفة مقلقين منها، اعملوا كمية قليلة، يعني فاهمين؟ يعني لو في وصفة حابين تجربوها كده والفضول خدنا قوي كده، بعمل حاجة كده قليلة، عجبتني بكمل، ما عجبتنيش خلاص. يعني عجبتني المرة الجاية بعمل ايه، بزود بقى واعمل للكل. ما عجبتنيش خلاص، يبقى انا ما خسرتش كتير. لازم نجرب. ما يعني انا من الحاجات اللي كنت مستصعبه ان انا اجربها خالص بجد، بصل المحشي البصل ده، كنت بشوفه ايه ده ايه ده، ما كنتش متخيله ان الحلاوه دي كلها هتطلع من البصل بصراحه. لفيته كده بالطريقه دي سهل جدا، اول مره هتعمليه في حياتك، هتعمليه سهل، ما تخافيش.
ما تخافيش هيظبط معاكي على طول من اول مره. لفيه بس كده، خدي قطعه قطعه، حطي كميه رز براحتك بقى، زودي وبروميه وحطيه كده على الجنب. خلي الجنب المفتوح تحت، يعني خلي الجنب المفتوح اللي احنا قفلناه ده، خليه لتحت. وكملي بقيه الكميه. عملت بقى جنبيه فلفل بنفس الخلطه. خطير خطير يعني، مش هشكر في حاجتي كتير. جبت بقى كده كوبايه صلصه او نص كوبايه صلصه.